في إطار دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وصلت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة شهدت عديد من اللقاءات الهامة مع الجانب الألماني، حيث وقعت اتفاقية تعاون مصري ألماني مشترك بقيمة 150 مليون يورو. الحمد لله المباحثات خلال ال3 أيام اللي فاتوا تمت بنجاح الحمد لله، ومضينا الاتفاقية النهاردة تأكيدا على العلاقة اللي هي استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا. طبعا النهارده برضو الاتفاقيه زادت المساعدات من المانيا لمصر، زادت 50% عن الاتفاقيه السابقه، وده برضو يعني بيأكد ان يعني الشراكه اللي بيننا وبين المانيا اقوى من ناحيه الاستثمارات القطاع الخاص والمشاريع التنمويه. وقد شملت الاتفاقية سبل دعم التعاون الثنائي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. Wir haben unterzeichnet eine Kooperation der beiden Staaten Deutschland und Ägypten. Wir werden in einer Größenordnung von 150 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren öffentliche Projekte umsetzen, aber auch die Privatwirtschaft zusammenbringen. كما بحث المهندس طارق قابيل فرص زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. هو طبعا 600 مليون يورو رقم ضعيف جدا بالنسبة لعلاقات مصر والألمانيا، وبالنسبة لحجم ألمانيا الاقتصادي يمكن التبادل التجاري أكبر، التبادل التجاري في حدود 5 مليار يورو، في حين الصادرات المصرية بتمثل حوالي 1.7 مليار، وده رقم كويس. احنا طبعا بنسعى لتحسين التوازن ما بين التبادل التجاري. زيارة السيدة الوزيرة سحر نصر والسيد الوزير طارق قابيل بتعكس هذا التنامي الملحوظ في العلاقات. دي أول جولة من المباحثات الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. هذا ويساهم الجانب الألماني في المنحة المخصصة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي. مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا على مستوى العالم العربي، والأول على مستوى إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري الألماني خلال العام المنصرم ما يربو على 5 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي المصري الألماني. من داخل وزارة التعاون الدولي الألمانية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا على مستوى العالم العربي، والأول على مستوى أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري الألماني خلال العام المنصرم ما يربو على 5 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي المصري الألماني. من داخل وزارة التعاون الدولي الألمانية، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.